الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و33 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في تحديث جديد لأسعار الدولار في مصر. النهاردة هنتابع مع بعض سعر الدولار قدام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم، وهنشوف هل في أي تحرك جديد في البنوك ولا لسه حالة الاستقرار مكملة. لو بتتابع السوق أول بأول وعايز تعرف السعر قبل أي قرار شراء أو بيع، خليك معانا. نبدأ على بركة الله. سجل الدولار للبنك المركزي المصري 47 جنيه و33 قرش للشراء، 47 جنيه و46 قرش للبيع. أما في بنك الأهلي المصري سجل الدولار 47 جنيه و33 قرش للشراء، 47 جنيه و43 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 47 جنيه و34 قرش للشراء، 47 جنيه و44 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار شراء 47 جنيه و41 قرش للشراء، بيع 47 جنيه و40 قرش. وبكده نكون وصلنا لنهاية تحديث سعر الدولار النهاردة. لو حابين تتابعوا أسعار الدولار وكل الأخبار الاقتصادية متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.